لو انت صانع محتوى فجران كاردون قال الكلمتين دول من فتره فاتت. Because one great video is not going to beat 20 low quality videos. And start creating a relationship. You do not need quality for that. Quantity beats quality. Quantity beats quality. وده اللي حرفيا بنقوله من اول يوم، وتم التاكيد عليه من الجوت نفسه دلوقتي. على مدار رحلتك في السوشيال ميديا الكميه اهم من الجوده في معظم الاحيان، خصوصا لو لسه في البدايه، لانك بتبقى محتاج تنتج كتير عشان تخلق زخم حوالين المحتوى بتاعك، لانك في الاول انت مش بس بتنزل محتوى، انت بتتعلم ازاي تتكلم قدام الكاميرا، ازاي توصل حماسك، ازاي تبقى حد فعلا يتشاف، والاهم من كل ده انت بتكتشف ايه اللي بيشتغل فعلا، ايه نوع الفيديوهات اللي بتحب تعملها، انهي فيديوهات بتجيب نتائج، وليه الفيديوهات دي بالذات ناجحه، ايه التون، ايه السرعه، ايه الترتيب اللي المفروض تمشي بيه. في 2025 واللي جاي المحتوى بقى بحر مليان حرفيا، المنافسه بقت شرسه، فانت محتاج فعلا عشان تبرز، فانت محتاج الاثنين مع بعض، محتاج الكميه الفوليوم عشان الناس فعلا تكتشفك، ومحتاج الجوده عشان تفضل في دماغهم والناس تفتكرك وتتفرج عليك وتاخد عنك انطباع كويس. فبالله عليك بلاش تقف عند جوده الكاميرا، اللوجو، المونتاج والبراندنج بتاعك، ركز انك تبدا تعمل محتوى، لان كده كده في حالات عشان هتتحسن. فحاول بقدر الامكان توصل للفيديو 100، ومع كل فيديو حاول تحسن ولو 1%، فتلاقي نفسك على ما وصلت للفيديو 100 وصلت اللي انت محتاجه من الاساس اساس. وبعد ما توصل للرقم ده بعدين حاسب نفسك زي ما تحب. فلو انت صاحب بيزنس وبتبيع هاي تيكت زي حاجه مثلا ب 3000 5000 15000 دولار، العميل مش هيشتري منك عشان الفيديو بتاعك سينمائي والصوت بتاعك كويس. الحالات دي بتساعد اكيد، بس بشرط واحد، ان الرساله بتاعتك تكون واضحه، الاوفر بتاعك واضح للشخص اللي بيتفرج، وفعلا الاوفر والكونتنت بتاعك فعلا بيتارجت الشخص اللي المفروض يتفرج على المحتوى بتاعك، والتغريد بتاع المحتوى بتاعك مظبوط. وده بالظبط النظام اللي شغال بيه ناس زي تشارلي مورجان وويليام براون. تشارلي مورجان بيعمل فوق $1,000,000 في الشهر، وويليام براون بيعمل حاليا فوق $400,000 في الشهر. وانا شرحت كل الكلام ده كله بالتفصيل في فيديو يوتيوب، لان بالتاكيد مش هعرف اشرح كل الكلام ده كله هنا. الفيديو نازل قريب باذن الله، تكتب لي كلمه كواليتي وهبعت لك لينك الفيديو اول ما ينزل ان شاء الله. ودلوقتي هسيبك مع كليب اخير من مستر بيست بياكد كل الكلام اللي اتقال فوق. اشوفك في الفيديو الجاي. All you need to do, this applies to people who have dreams of being a YouTuber, is make 100 videos and improve something every time. Do that. And then on your 101st video, we'll start talking. My first 500 videos didn't deserve to get a million views. Like, there's a reason they did. They were terrible. But at the time, I thought they did. I'm in the mindset of a lot of small YouTubers where I thought those videos deserved a million views and I thought the algorithm hated me. When I watch them back now, and I can tell you exactly why. The videos are horrible. But at the time, I thought they did. I'm in the mindset of a lot of small YouTubers where I thought those videos deserved a million views and I thought the algorithm hated me. When I watch them back now, and I can tell you exactly why. The videos are horrible.